على ما يبدو أنه أنصار الحزب بلشت تيأس من هذا الحزب ومن شعاراته. اسمعوا هالتسجيل مع بعض. بس يموت الواحد بيحطوا له دعاء، مش بس هو عايش بيحطوا له دعاء لحتى ما يمتش. ما عادش ينفع لك يا عمي، ما عادش ينفع الدعاء كله، ما عادش ينفع. صرنا من وقت ما وعينا ونحن بنقول الله يهدك يا اسرائيل، وهي عم تهد الله اللي خلقنا. يا زلمه فلتوا هالصواريخ، يكبسوا لها هالكبسه الشرموطه هيك، بسوها على الصواريخ يا عمي. عندنا صواريخ نحن بنهدد فيها الكون يا الله، ولك بسوها بسوها، ما عادش تبعتوا دعاء واناشيد. ابو علي، انت بتقلي الدعاء اقوى من الصواريخ، لكن ليش عم تخزنوا صواريخ؟ ليش الحزب عم بيخزن صواريخ؟ صاروا من 2006 عم بيخزنوا كنا خزنا دعاء ببيوتنا. ما كلنا عندنا كتب قرآن وكلنا بنقرا دعاء وعندنا اسيديات دعاء وكل يوم بنسمع دعاء. بس ليش عم نخزن سلاح ما زال انه الدعاء اقوى؟ الله يخليكم احكوا منطق، احكوا منطق. المعركه بدهاش دعاء، معركه بدها سلاح، بدها رصاص، بدها صواريخ، بدها رجال يا الله، مش بدها دعاء. أصوات الناس كثيرة، لكن خلينا نسمع حدا تاني. سلام شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنا عنكم. شو يا حسين حصاين؟ حياتك ليه بهالايام؟ شو تحكي شيء مبين؟ شو يا اخي؟ طلع لك كلمتين من الاخر. شو الكلمه اللي سمعناها هلا يا اخي؟ شو هي؟ موضوع انشا عربي وتستف حكي بس. شو نرجع على قواعد الاشتباك وكل شيء بوقته حلو؟ 3000 مجاهد بالارض عم يفرفروا وتقطشوا صبيعهم وعميوا. اخر شيء قلنا طلعوا نرجع لقواعد الاشتباك. ما عادش تلوموا حدا، لا من القوات ولا من الكتائب ولا حدا بينتقدنا. او فوتوا او انضبوا على بيتهم. بس واحد يخيي من قهره بس بده يحكي، وما حدا يجي هلا يعلمني بالوطنيه ويقول لي انا شيعي ومؤيد المقاومه اكثر من اي واحد ثاني. بس كلها هي مسخره، اسمها هي مسخره. خلاص يابا، ضبوا كل واحد على بيوته بكره جيشكم، وخلوا هالناس يرجع على بيوتها ويعطيكم الف عافيه. واحد بيعصب يا اخي، شو مسخره يا زلمه ايه؟ هيدي كلمه بصراحه انشا عربي اسمها، مش كلمة قائد حزب 3000 واحد انجرحوا بسبب إسرائيل وغيره. خلاص يا أخي، ما عادش بده يطلعوا كثير يتفلسفوا. لسه تفلسفوا، أنا آخر همي. يقول لك يا آخر همي. رفيقنا صلى الله امبارح قال لهم إذا ما في رد تعتبر هذه نكسة. نكسة لكل العالم، لكل الشيعة، لكل المحور المقاومة، لأنه هذه اسمها مسخرة بالعالم الشبرح. وين الهوبره كلها؟ طلعوا من بعد كلمه السيد كل عام تهوبر. العالم كلها مفلوسه، مفلوسه وصارت قرفانه كمان. اللي بيقعد عن بيته من سنه لهلا وقاعد بتهجر من بيته ويتهدم بيته، ما كانش ناطر هذه الكلمه اللي هلا قالها. كلنا يا خيي وراه يفوت يعمل حرب شامله. حرب شامله؟ شو الحرب الشامله؟ تفضل يا خيي ايران، فرينا عن فصوصها ايران. بيناتنا يا خيي كلها لعبه سياسيه، وايران متفقه مع امريكا وكلها مزبوط. طلع اخر شيء اول امبارح بقول ايراني بقول اخوتنا الامريكان، اختك اخت اخواتك على درمسيه. خاصه خيي عصبت كثير انا. اخواتنا الامريكان صار اخواتنا امريكان كمان. بيبيعونا بقش بصلي يا خيي. هودي الفرص وطزت زين ثلاثه بكل الفرص كمان. يلا باي. سام يعطيك العافية. مزبوط، ما حدا يزايد على التاني بالوطنية، هاي أهم كلمة بتقولها. وما هو مشكلتها كل واحد يحكي بيعملوه عميل. يعني للأسف هلأ نحن ليش بدنا ندفع الفاتورة وحدنا بس؟ أنا هذا سؤالي. هون إيران لبرد قاعد على جنب، سوريا نفس الشيء، كل العرب آخر همهم. ليش نحن ما ندفع الثمن يا سيد حسن؟ ليش؟ هون عم تطلع بشبابه بناسه بهالأطفال، يا حرام بالكذا. يا اما خيي كلكم سوا اتفقوا كبوا ببحر الاسرائيلي، يا اما اجمدوا خيي، خلص ما حدا يعمل شيء يعني. نحن بس شو عاش فينا نحمل يا عمي؟ والله ما عاش فينا نحمل. ما دام بضلنا عايشين هيك حرب باردة كل عمرنا، خلص ما فينا يعني. عم فينا ناكل ونشرب. بالعالم صارت الله يساعد الناس، لا في شيء بالبلد ظابط ولا في شيء. كيف بده يكون عندك ارضيه كمان تقدر تقاوم وتوقف؟ وسهل كمان الحرب يعني سهله؟